انا سبت الشغل وما كملت الشغل. يا ترى ليه يا دعاء؟ انت كاتبه عنوان الفيديو ان انت خلاص سبتي بقيه الفرش بتاع الشقه ومشيتي. ايه هو سبب ان انا خلاني ما عملتش الفينش الاخير لشقه عروستنا النهارده؟ هقول لكم احنا بناخد جولتنا كده في شقه عروستنا ونشوف تفاصيل الشقه. هقول لكم كان ايه السبب اللي خلاني وما كملش الفينش الاخير فيها. هنا ما شاء الله النيش بتاع عروستنا حطيت لها فوق كده 3 اطقم شربات، وهنا حطيت طقم شاي قمر، وتحت برضو حطيت لها شوبات عصير وطقم كاسات، وحطيت هنا في الجنب برضو طقم شربات تاني. هي بصراحة جايبة كل الأطقم بتاعتها اللي بكاسات كلها أطقم شربات بالقارورة كده زي ما انتم شايفين. في كام طقم بس هو اللي من غير قارورة. هنا حطيت لها برضو طقم تاني وطقم الخشاف معاه، ودمجت برضو معاهم طقم كاسات سادة بسيط كده. هنا برضو حطيت لها طقم الشاي والجاتو القمر ده، ودخلت معاه طقم كاسات RCR. للعلم يا جماعة والله العظيم فعلا زي ما بيقولوا حب الناس كنوز، وحاجة حلوة قوي ان انت تتعاملي مع واحد مرة واتنين وتلاتة واربعة. 4 مرات يا دعاء؟ ايوه فعلا انا اتعاملت مع العروسة دي وجيت على صيتي وسمعتي معاهم. رحت الأربع عرايس من نفس العيلة. دي تالت عروسة. انتظروا بقى فيديو الشقة العروسة الرابعة. ما شاء الله هنا برضو حطت لها الطقم الصيني بتاعها بالكامل. ما شاء الله الطقم الصيني كانت رسمته رقيقة وجميلة جدا. وهنا حطيت الطقم الأكوبايركس ما شاء الله. وتحت برضو حطت لها شنطة المعالق، وحطت لها الستاند الطقم القهوة الستاند دوت، وحطت لها برضو صواني للتقديم. ما شاء الله قد ايه حاجتها قيمة وجميلة جدا. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف دولاب غرفة الأطفال، وربنا يا رب يملاها لها بالحب والذرية الصالحة يا رب اللهم آمين. ما شاء الله قد ايه الحاجة بتاعتها كانت قيمة وجميلة جدا. هنا حطت لها لحاف للسرير الكبير. تحت كده حطت لها بطانية للسرير الكبير، وحطت لها 2 دفاية، وطعمت لها كده بفوات الاطفال الامارات الدباديب الصغننه دي. اتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا حطت لها بطانيه لسرير اطفال وجنبيه كوفرتا. وهنا دي بطانيه للسرير اطفال. هي جايبه 2 شكل بعض. هتشوفوا الاخيره معايا تحت التانية بتاعتها في اخر رف تحت. وحطت لها كوفرتا الاطفال. هنا 2 مفرش قطيفه للاطفال والملايات، وكوفرتا للسرير الكبير. ده مفرش قطيفة للسرير الكبير، واتنين كوفرتا للسرير الأطفال. دي البطانية بتاع الأطفال، ودي الكوفرتا اللي هي أخت اللي فوق، لأن الكوفرتا دي ظهرت دي على شكل ودي على شكل تاني. ما شاء الله حاجتها قد إيه كانت قيمة وجميلة جدا. بجد انا كان نفسي ان انا اصور لكم تفاصيل الشقه بالكامل، لان بصراحه شقتها ما شاء الله حلوه قوي، وذوقها في اختيار الحاجه بسيط وجميل جدا. دي غرفه النوم ما شاء الله ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها هي وعريسها يا رب. رصت لها بقى البرفانات بتاعتها والسبريهات كده على التسريحه. رصتها لها رصة بسيطة، وباقي حاجتها حطيناها في الأدراج، لأن احنا مش بنحب طبعا، انتوا واخدين عننا ان احنا منحبش حاجات كتير على التسريحة أو على الرخامة وكده. هنا في المساعد بتاع الغرفة دوت حطت لها شنط الخروج بتاعتها، وحطت لها ملايات وفوط للاستخدام. ما شاء الله قد ايه حاجتها رقيقة وجميلة زيها. كانت من احسن الناس اللي انا اتعاملت معاهم، سواء العروسة سواء مامتها. ناس ذوق جدا جدا. اول ما رحت لاختها هي، وبعد كده بقى الناس في البلد شافوا شغلي وسمعتي الحمد لله رب العالمين. الناس كلها حبتني هناك، فرحت بقى لكذا عروسة زي ما انا قلت لكم. ودي اخت العروسة من بداية ان انا كنت رايحة لاختها. هنا حطت لها العبايات الشتوي بتاعتها بتدريج الالوان. اللهم بارك يا رب. حاجتها قد ايه كانت قيمة وجميلة جدا، وخامة العبايات بتاعتها والحاجة ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. هنا برضو حطت لها اللبس الصيفي. حطيت اللبس الصيفي كده كله بالشكل ده، وهنا تحت بقيت برضو اللبس الشتوي بتاعها. كده رصة الدولاب كاملة على بعضها. اتمنى ان شغلي النهاردة يعجبكم في شقة عروستنا. متنسوش تقولي رأيكم في الكومنتات، متنسوش تضغطوا على اللايك. بجد والله انا فرحانة جدا بتفاعلاتكم معايا، وحابة ارحب بالناس الجديدة اللي نورتني في القناة، من الناس المحترمة جدا، لان بجد كومنتاتهم قمر قوي. تسلمولي يا رب. هنا حطت لها الفوط برضو، حطت لها ملايات، وحطت لها دفاية للسرير الكبير. ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. ما شاء الله ربنا يبارك لها. حطت لها مفرش صوفت التركي على السرير.
ووزعت لها الاباجورات كده بقى على الكومود، وبرضو حطيت لها البورنوس على الشماعة. يعني يعتبر الشقة واقفة على المسحة الأخيرة والسجاد بس. والرخامة بتاع المطبخ طبعا ما كانتش ركبت، فبقيت الحاجة اللي هتتحط على الرخامة هي متقفلة ما اتفتحتش. أول مرة أسلم المطبخ كده بالطريقة ديت، لأن بجد كان نفسي أعمل لها الفينش الأخير بتاع الشقة. هنا حطيت لها الطقم الميلامين. هقول لكم ايه السبب اللي ما خلانيش اعمل الفينش الاخير. انا كنت في ضغط في وقت الموسم، كنت مضغوطة جدا. فانا ما عنديش مشكلة ان انا ارجع للعروسة مرة تانية، بس ما يكونش في ضغط موسم. هنا حطيت لها طقم الألمونيا ده بعيد عن ايديها، عشان هي مش هتستخدمه كتير في ضغط الموسم. فبصراحة يعز عليا قوي مامتها ان انا ازاي ما ارجع لهاش تاني، بس قسما بالله غصب عني، وهي قدرت اللي انا كنت فيه. هنا حطيت لها الاجهزة الكهربائية كلها، عشان مامتها إنسانة ذوق ومحترمة، قدرت ظروفي وقالت لي يا دعاء خلاص تمام مفيش مشكلة. أنا ظبطت لها الأساسيات أصلا في الشقة، وكانت واقفة بس على الرخامة وحاجات بسيطة في قلب الشقة. ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب. هنا برضو حطيت الكوبايات وحطيت لها المجات القمر بتاعتها ديت. حطيت لها شوبات عصير برضو ومية، وفوق كده حطيت لها طقم شربات بالكاسات بتاعته، ودمجت معاه برضو اطقم كوبايات. ما شاء الله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا برضو في الوحدة دي حطيت لها طقم البايركس كله بالكامل، وحطيت معاه طقم السمك. وهنا برضو حطيت لها طقم حافظ الطعام. هنا بقى الحاجات اللي كانت هتتحط على الرخامة، الميكروويف كانت ماركته برضو شارب. هنا حطت لها كل الأطباق البلاستيك والشفاشق والحاجات اللي هي هتستخدمها برضو استخدام يومي، ورصلها برصة بسيطة. دي كانت الاير فراير، والطقم طبعا التوابل اللي هو الدوارة، والطقم التاني بتاع المشروبات. هنا في الأدراج بقى طبعا هي كانت جايبة منظمات. ما شاء الله، المنظمات يا جماعة بتخلي الدرج شكله حلو، فاهميني؟ ما بيبقاش منعكش كده. هي كانت جايبة كذا منظم، فرصتنا لها فيه بقى الحاجة كده بالشكل دوت. وهي ما شاء الله حاجتها قد ايه كانت جميلة جدا، والله ما تتخيرش عن حاجة اختها. برضو شقة اختها لو انتوا تفتكروها كان نفس المطبخ نفس الشكل. هنا برضو حطت لها صواني الميلامين، اللي يخليكوا تعرفوا شقة اختها ان هي كانت عاملة نفس المطبخ. لكن هو ذوق الشقة كل واحدة شقتها مختلفة عن التانية. هنا حطيت لها الصواني الكيكة كلها، وتحت كده حطيت القلايات، وحطيت صواني بقيت صواني الكيكة بتاعتها. في الوحدة دي طبعا كانت جايبة ستانلس كتير جدا. كانت جايبة كرتونة كده مليانة أطباق ستانلس وبرادات وحاجات ستانلس، غير طقم الستانلس نفسه وحلة البخار، وجايبة حلة الضغط وكل الستانلس كله. لقيت الوحدة ديت كبيرة وعميقة، فخدت معايا كل الحاجات الستانلس بتاعتها. وهنا برضو حطت لها الطقمين القمر دوت، طقم الحلل التيتانيوم وطقم الجرانيت. ما شاء الله الواناتهم كانت حلوة جدا. الست الطقم اللي فوق ده كان عاجبني قوي قوي، لونه كان مميز وشيك جدا. الطقم الاسمر ده انا شفته كان عند كذا حد، بس برضو قيم وحلو جدا، ما يقلش بصراحة عن التاني، بس التاني كان لونه حلو قوي قوي يعني. ربنا يبارك لها يا رب. هنا حطت لها طقم العشاء اللي هي هتستخدمه في المطبقية. طقم العشاء البورسلين، حطيت لها شوبات ميه وعصير، وحطيت برضو طقم شاي. دي بقى كانت الوحدة الأخيرة، حطيت لها بقى فيها بقية الحاجة. أتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل، ودعوة حلوة لعروستنا. وانتظرونا في فيديو جديد مع شقة عروسة جديدة. معاكم دعاء باشا، صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوي. مع خلاص السلامة. خلاص.